عالم الثوار يرفرف خفقا بالسفارة الليبية بالرباط في خطوة للاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلا وحيدا وشرعيا للشعب الليبي. المملكة المغربية وعلى لسان وزير الخارجية والتعاون تؤكد تأييدها الكامل لتطلعات الشعب الليبي في هذه الظرفية الحاسمة والدقيقة، وتعترف بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الليبي. تؤكد المملكة المغربية اليوم اعترافها بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي ووحيد للشعب الليبي الحامل لتطلعاته نحو مستقبل أفضل مبني على الإنصاف والانفتاح والعدالة والديمقراطية ودولة الحق. سياسة القمع والتقتيل التي اتبعها النظام الليبي في حق المظاهرات السلمية منذ انطلاق الثورة، هذا التطور قبل برفض شديد من المغرب، حيث عملت المملكة على تكثيف مشاوراتها العربية والدولية للتنديد بأسلوب القمع. تجند المغرب داخل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مما أدى كما يتذكر الجميع إلى اتخاذ القرار اللامسبوق والتاريخي لجامعة الدول العربية بتعليق عضوية ليبيا في حظيرة هذا المنظم العربي. المغرب ولتعميق التنسيق والتشاور مع المجلس الوطني الانتقالي عين قبل شهرين قنصلا جديدا بليبيا لدعم توسيع تمثيلية المجلس والتأكيد على تضامن المملكة الفاعل مع الشعب الليبي.